ما ينفعش يجي الشتا من غير ما الناس كلها تعملها، الأكلة المفضلة لناس كتير قوي ومميزة عند ناس كتير قوي. هنعمل مع بعض السبانخ. زي ما انتوا شايفين السبانخ لازم تكون خضرة زي ما انتوا شايفينها كده، وتكون صبحة، يكون الراس بتاعتها الحمرا دي بتلمع عشان تبقوا متأكدة وعارفة ان هي صبحة وجميلة. ولازم تبقوا عارفين متأكدين ان السبانخ دي فيها كمية فيتامينات وحديد جميلة قوي للأطفال وللكبار. وعشان نبقى عارفين برضو مع بعض، احنا هنغسل السبانخ دي، ما بنقطعهاش الأول، لا بنغسلها الأول وبننقعها في شوية مية ومعلقة صغيرة من الخل، وبعد كده تصفي خالص من المية بتاعتها، وبعد كده ناخدها نقطعها زي ما انتوا شايفين مقطعوها ازاي. لو اتقطعت الأول وبعد كده صفيناها بتنزل الحديد، كل الحديد والفيتامينات اللي فيه. زي ما انتوا شايفين كده بنقطعه وبنسيب فيها الراس الحمرا دي، عشان هي دي فيها فيتامينات وفيها المعادن بتاعتها والسكريات بتاعتها. نحط نص ربطة شبت ونص ربطة كزبرة. هنبدأ بقى نعمل الصلصة مع بعض. هحط معلقتين كبار من السمنة، وهنزل عليهم ببصلايه مقطعه على ايدك طرنشات، مقطعاها في الكب اي حاجه. بصلايه متوسطه بقطعها كده زي ما انتم شايفين في معلقتين السمنه. هبدا ان انا اقلبها كده، واكون محضره معاكم 3 فصوص من الثوم دقاهم او مقطعاهم على ايدك اي حاجه. هبدا بقى اول ما تدبل كده البصلايه بتاعتي وتبدا تبان ان هي دبلت شويه، هنزل بقى بايه بفصين 3 الثوم اللي انا ايه دقاهم مجهزاهم معايا. خلاص كده بقى اللون بتاع البصله بتاعتي ما بيغيرش، علشان خاطر طعم التسبيكه ما بيغيرش. هنبدأ بقى ننزل بمعلقتين فصين التوم اللي معانا، معلقة فصل التوم، هما 3 فصوص توم بتدقيهم وتنزلي عليهم على البصل، ونقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. واكون مكترة بقى من القوطة، يعني شفشق كامل من الطماطم. السبانخ بتحب الطماطم، دي حاجة معروفة، لازم نكتر في الطماطم علشان خاطر ايه السبانخ. قاعدة أساسية للسبانخ بتاخد طماطم كتير قوي. هنبدأ بقى نقلب بقى مع بعض كده، وريحة التوم بتاعتنا الجميلة قوي هتبدأ ان هي تطلع. واكون بقى مجهزه معايا الصلصه بتاعتي، ضربه الطماطم في الخلاط، وهبدا بقى ان انا انزل بقى عليها على البصل وعلى الثوم بالطماطم بتاعتي الجاهزه دي، بكميه الطماطم زي ما قلنا كميه طماطم كبيره. ونبدا ان احنا نقلب، وهقلبها كده واظبطها واحط عليها نص معلقه سكر عشان نعدل الحموضه بتاعت الصلصه. وهبدا اقفل عليها بقى كده واسيبها تتسبك، اوطي عنها كده. خلاص بدات اتسبكت مني خلاص. خلاص كده السمنه بتاعتها اهي بدات تبان على الوش اهي، زي ما انتوا شايفين الجمال اهو. هنزل بقى عليها بمعلقه ملح، هنظبط بمعنى اصح الملح بتاعها. هحطش غير معلقه ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود. ظبطنا الملح بتاعنا وتمام. هنكون مجهزين بقى السبانخ بتاعتنا اللي متقطعه ومظبوطه معانا ومجهزينها. اهم حاجه انك ما تقطعيش السبانخ قبل ما تغسليها، السبانخ بتتقطع بعد الغسيل عشان الحديد بتاعتها. في دي غلطه ناس كتير قوي بتغلطها، الحديد بتاعها ما ينزلش في الميه واحنا بنغسلها. هننزل بقى مع بعض بالشوربه. هي السبانخ بتحب شوربه اللحمه، الشوربه المتاحه عندك حطيها، مش متاح عندك شوربه بتحطي مكعب مرقه وبتحطي شويه ميه. شوربه اللحمه بتاعتي، وهنزل بقى بالسبانخ زي ما انتم شايفين كميه السبانخ اللي معايا. كده كده معروف ان السبانخ انا ما بحطلهاش شوربه كتير، كبشتين 2 شوربه، عشان هي لسه بتنزل سوائل، يعني بتنزل ميه عامه. يعني السبانخ دي اساسي وهتكش، مش هتفضل بالكميه بتاعتنا دي، لا السبانخ بتكش اول ما بتتعرض للنار وبتستوي بتكش. والسبانخ ما بسيبهاش كتير على النار، السبانخ بسيبها كميه قليله، يعني 10 دقايق بعد ما الصلصه اتسبكت واتظبطت معايا الصلصه كده مستويه. واللحمه انا كنت مسوياها نص سوا، يعني اللحمه بتاعتي مستويه وتمام نص سوا. هتكمل بس السوا بتاعها في قلب السبانخ. هبدا بقى ان اقلب الصلصه بقى بتاعتي في السبانخ. خلاص كده شايفين كميه السبانخ بتاعتي ايه هبطت خالص اهي. بعد 5 دقايق هنزل بمعلقه من الرز، هتخلي السبانخ بتاعتي خطيره. معلقه صغيره من الرز المصري بكون غسلاها وحطها ايه، احطها في قلب السبانخ، بتدي قوام حلو للسبانخ وبتظبط لي طعم السبانخ، بتبقى جميله قوي. هنزل بقى خلاص بكميه اللحمه بتاعتي اهي كده، لان هي بعد ما احط كميه اللحمه 10 دقايق بالظبط بطفي عنها. انا عايزه السبانخ الخضار بتاعها والجمال بتاعها ده بيبقى واضح فيها، مش عايزه السبانخ تكون مغمقه. كل ما سويت السبانخ زياده عن اللزوم، خلاص انا الصلصه مستويه معايا واللحمه مستويه معايا، السبانخ بتغمق مني وبفقد كميه الفايده اللي فيها، لان هي فيها قلنا حديد ومعادن كتير، فما ينفعش ان احنا نفقدهم، احنا بنستفاد بالوجبه دي. خلاص بقى اغطي عنها، وخلاص كده تمام اتظبطت معايا كده. خلاص زي ما انتم شايفين خلاص داخله على سوا. انا عايزه الخضار ده، مش عايزاها ان هي تكون ايه مغمقه. يلا ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي مش مشترك في القناه، يلا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا وصفاتي قبل اي حد. واللي ما بيحطش لايك يعمل لايك، ما تنسوش اللايك. واللي مش عامل متابعه يعمل لي متابعه. زي ما انتم شايفين الجمال بقى، لون السبانخ والجمال بتاعها، الخضار بتاعها واضح. بتعملي جنبها رز ابيض، رز بشعريه، اللي انت بتحبيه واللي انت عايزاه بتعمليه. زي ما انتم شايفين كده واللحمه بتكون مستويه فيها. انا عملت جنبها رز بشعريه. شايفين بقى الجمال، الصلصه بتاعتي مظبوطه، الصلصه بتاعتي باينه فيها، الطماطم بتاعتي باينه فيها.
تبقى جميله مستويه، ما بتاخدش سوا كتير على النار. زي ما قلنا واتفقنا هي 10 دقايق على النار بعد ما بنضيف السبانخ على الصلصه وبندفع. زي ما انتم شايفين رز بفلفل وجميل ازاي اهو. يلا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، اللي مش هيعمل لايك يعمل لايك. استنونا بقى في وصفات اجمل واجمل.